أسوأ إحساس في الدنيا إنك تبقى عارف إيه اللي هيخلي حياتك أحسن، ومع ذلك مش قادر تبدأ. هو أنا كسول ولا الموضوع أعقد من كده؟ بص، التسويف عندنا كلنا، واحد في الدراسة، واحد في الشغل، واحد في الرياضة، بس مش كسل. اللي بيحصل إن دماغك أول ما توصل له مهمة يبدأ يحلل إحساسك. لو خايف ومتوتر يقولك طب إيه رأيك نأجل ونرتاح دلوقتي؟ وساعتها تدخل في الدايرة الملعونة، شك، قلق، خوف، وترجع من الأول. وساعتها أي حاجة في الكون تبقى أمتع من إنك تبدأ. الحل؟ ما تعملش حاجة، يا تذاكر يا تقعد ساكت من غير موبايل ولا شاي ولا أي إلهاء. في تجربة حطوا ناس في أوضة فاضية، آخرهم كانوا بيكهربوا نفسهم عشان يهربوا من الملل. الملل بيخوف مخك أكتر من المذاكرة. قسم مهامك لمراحل صغيرة، كل مرحلة تخلصها تديك إحساس إنك كسبت جولة. هات حد معاك يذاكر أو يشتغل معاك، بس ما تجيبش واحد هيضيعك في الشاي والكلام. وخلي عندك مدير افتراضي، قول لحد إنك هتخلص بعد ساعتين، وفعلا تروح توريله النتيجة. ما تبررش، لو فشلت اعترف وحاول تاني. الأهم تبدأ وتكسر دايرة التسويف.